يا سلام على ريحة التوم والخل لقلب الدنيا. الأكلة اللي ما فيش شارع في مصر إلا في عربية منها، بس عمرها ما كانت أكلة شعبية زي اليومين دول. أصل الكبدة قديم قوي، بيرجع لزمن المصريين القدماء. أصل في النقوش الفرعونية كانوا بيقدموها من ضمن القرابين في المعابد. أصل هي كانت رمز القوة والحيوية، وكمان مصدر غني قوي بالحديد والطاقة. بعد كده بقى في العصور الرومانية والإسلامية الكبدة فضلت أكلة مميزة للأغنياء والجنود كمان، لا كانت بتشوي بسرعة وتشبع أسرع. أما بقى الكبدة الإسكندراني اللي احنا نعرفها النهاردة، دي ظهرت في الستينات والسبعينات في اسكندرية، أيوة، لما عربيات صغيرة ابتدت تبيع على الكورنيش. ويا سلام لما تزود شوية توم وكمون وحبة شطة وخل. ومن هنا بقى انتقلت لكل محافظات مصر، وبقت جزء من تراث الأكل الشعبي، من كبدة الفلاح لكبدة اسكندراني لحد كبدة الشوارع اللي كلنا بنحبها. وبتاكل منها أكتر من 5 6 سندوتشات وانت مش حاسس. يعني الأكلة اللي اتّاخدت من المعابد الفرعونية بقت دلوقتي رمز الشارع المصري كُلّه. رايح فين؟ استنى قبل ما تخلّص الكبدة، اعمل لايك وسبسكرايب عشان نكمّل حواديت الأكل اللي حكايتها ما بتخلص.